يا ترى ما رأيك بعمل وأداء الأكاديميين أي المتخصصين الكرد في التاريخ عموما، ليس فقط في التاريخ الكردي، في التاريخ عموما هؤلاء المتخصصون، وفي التاريخ الكردي خصوصا، وفي اللغة الكردية؟ هل يقومون بواجبهم تجاه التاريخ واللغة الكردية؟ إن كان نعم فلماذا؟ وإن كان لا أيضا فلماذا؟ تفضل. إن كان نعم لماذا؟ أنت تكلمت عن عراقة وقوة اللغة الكردية وقدم اللغة الكردية، وإن كان لا فلماذا؟ بكل تأكيد لا، ولا كبيرة جدا. يعني كم وثائقيا أنت شخصيا رأيت بأي لهجة كردية وثائقي حقيقي يعرض، يعني محترف يتناول التاريخ الكردي؟ يعني العرب يعملون وثائقيات بالمئات عن تاريخهم، شتى أنواع تاريخهم. الإنجليز، الألمان، ترى وثائقيات طويلة جدا عن تاريخهم، وهذه الوثائقيات له مخرج وله مصور وكذا ولكن المادة مكتوبة من قبل أكاديمي عربي أو ألماني أو إنجليزي. كم وثائقيا رأيت أنت شخصيا عن تاريخ الكرد؟ وثائقي حقيقي، وليس تكتوكيات أو فيسبوكيات مقاطع صغيرة لكل من هب ودب. كم وثائقي رأيت في حياتك كتبه أكاديمي، جلس أكاديمي كردي وكتبه باحترافية؟ أنا لم أرى ولا واحدة في حياتي، عمري 57 سنة لم أرى وثائقيا كرديا محترفا قط. رأيت وثائقيات فرنسية إنجليزية عن الكرد وكانت محترفة وجميلة ورائعة. كم كتابا مهما قرأت غير كتاب موجز تاريخ الكرد وكردستان لمحمد أمين زكي بك؟ كم كتابا حقيقيا قرأت كتبه أكاديمي كردي لم يقم بتجميع من هون ومن هون ومن هون ومن هون مصادر مكتوبة عجاهزوا كتب فيها كتاب وباعه بكم ليرة؟ كم كتابا مصدريا رأيت جلس الأكاديمي الكردي وحققه بنفسه؟ أنا ما رأيت غير بالقرن العشرين كله ال19 يعني كتاب مصدري رئيسي واحد، وهو تاريخ الكرد وكردستان في غفلة من الزمن، كتبه محمد أمين زكي بك. وحتى نعم، كم كتابا قرأت تحقيق حقيقي، تحقيق أكاديمي عن كتاب السرنجام رغم أهميته الهائلة؟ نصف أو 93% من الكرد ما يعرفوا إيش يعني سرنجام. صح. كم كتابا قرأت عن الكرد في القرون الوسطى، الكرد في الدولة الساسانية، الكرد في العهد الأشكاني؟ ما يوجد ولا كتاب ولا أحد قرأ. أنا أقرأ النصوص البهلوية ولاقي فيها كلمة كردان، الكرد، وعن مناطقنا وعن تراثنا وعن كل شيء اكتشفوها باللغة البهلوية في الوثائق البهلوية المانوية والزردشتية. طبعا هنا أريد أن أوجه التحية للأستاذ سوران حمرش، يقوم بعمل عظيم، يعني بعض الوثائقيات، وهو يعني من الوثائقيات النادرة التي يقوم بها الكرد كما ذكرت. طيب أنت قلت لي لا ولا كبيرة، أي الأكاديميون الكرد الذين يستطيعون أن يقدموا شيئا لا يقدمون، سواء كلهم أو في غالبيتهم المطلقة. يا ترى ما هو السبب؟ يعني هل هو السبب بما أن الكرة الأرضية جميعها وعلاقات البشر مبنية على المصالح؟ يجب أن لا ننفي هذا الأمر، سواء مصالح مادية أو معنوية. هل تعتقد بأن الأمر يتجه في هذا الاتجاه، كونه ليس لديهم مصالح مادية أو معنوية في هذا الأمر؟ ليس هنالك مؤسسات كبيرة تتبنى عملهم فيخسرون؟ برأيك ما هو السبب؟ الأسباب عديدة. أولها أن الكرد طوال أكثر من 90 عام 80 عام وهم خاضعون لمناهج وزارات التعليم في بلادهم. في روجافا كل مثقف كردي كان خاضع ويدرس منهاج وزارة التعليم السورية البعثية، وكذلك في العراق. فيعني إيش تتوقع أن يخرج؟
ولو هذا المثقف الكردي خلينا نقول خريج تاريخ أو آداب جامعة دمشق، شو بده يكتب عن الأكراد عشان تاني يوم يدخلوه السجن وتعرف شو راح يصير فيه. الدولة أصلا لا تسمح لك بنشر كلمة عن تراثك وتاريخك. فترى الأكاديمي الكردي الذي تخرج من جامعة دمشق أو في سوريا في وقتها يضطر إلى يعمل كتب كراسات صغيرة عن تاريخ سوريا، عن تاريخ العرب، عن تاريخ كذا، عن تاريخ كذا. متى قرأت دراسة عن سطوة إبراهيم باشا الملي والمليين، دراسة حقيقية مع المليين كان يحكم الجزيرة بحكم ليها. ماذا قرأت؟ الرقة كل كان تحت حكم عشيرة كردية ملية، أتباعهم حتى أتباعهم من العرب. متى قرأت دراسة مستفيضة عن ذلك؟ يأتي كردي محقق أكاديمي يجلس ويقرأ. لو في نظام الأسد كتب ذلك الكتاب أو ذلك كان راح مو يدخلوا سجن، يمكن يعدموه. يعني هذا بالنسبة للمقيمين خارج حدود كردستان والشرق الأوسط. أنا يعني أقصد الجميع ممن هم مقيمون في الداخل. في الداخل معك كل الحق طبعا، أمر ممنوع وفيه عقوبات قاسية أيضا، ولكن ماذا بالنسبة للأكاديميين المقيمين في الخارج؟ لماذا؟ نادرون جدا وقليلون جدا ممن في أوروبا أكراد تخصصوا تخصصات كبيرة. أنت لما تروح إلى ألمانيا، خلينا نقول ألمانيا، الحكومة الألمانية بدأ ياك تشتغل سائق تاكسي، بدأ ياك تشتغل في مطعم، تفتح مطعم، تشتغل في مطعم، تشتغل في أجرة، ما هو جايبك عشان يعطيك شهادة بلاش. لا تتخيل أنه أنت تقدر إذا ما عندك فلوس وتصرف على دراستك في ألمانيا مثلا، تروح لجامعة جوتا مثلا قسم التاريخ قسم اللغات، وحتى هناك راح يحطوا لك معوقات. صدقني يا أستاذ العزيز هذا. العفو، تأكيدا لكلامك. هنا أنا كمحامي مارست مهنة المحاماة كأستاذ لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى 2 تمرين، أي 7 أعوام. هنا في ألمانيا منذ 5 أعوام وأكثر قمت بتعديل شهادتي الجامعية، وقالوا لي أنت هناك بمثابة ليسانس. طيب وماذا بعد؟ لا يوجد بعد. أنا لا أعمل بشهادتي للأسف، لا أستطيع. ليس أنت كلهم يعني تضطر، هناك النظام السيستم تبعهم يضطرك تروح حتى شغلة يعني فيها كذا ما بيعطون بيدك، ما بدهم إياك هناك. هذا أيضا سبب من الأسباب. ثالثا يعني قاعد كيف هذا، يعني خلينا نقول أنا على حسابي عندي شوية مصاري فلوس، رحت ودرست وبدي أكتب كتاب. طيب من وين بدي أكل؟ من وين بدي أشرب؟ من وين بدي؟ هل عندنا مؤسسات كردية للنشر مثلا تتبناني؟ هل عندنا وزارات تتبناني؟ هل عندنا كذا يتبناني؟ لا يمكن للمؤلف والمحقق، لأنه هذا بده يشتغل هذا الشغل وقاعد وبيكتب بيحقق، لازم عنده دخل. إذا ما عنده دخل ما راح يقدر يستطيع. وحتى لو قاعد على حسابه عمل هذا إلا إذا كان غني. أنت بتعرف واحد كاتب مدرس تاريخ أو أستاذ تاريخ أو أستاذ لغة وغني؟ هذا لا يمكن أن يكون غني. طيب هذا يقعد يكتب كم سنة، يقضي حياته كم سنة يكتب كتاب، ما حدا ينشر ليه، أو إذا نشروا ما راح يجيب له قرشين. يعني هسه سوي كتاب عن المكياج، سوي كتاب عن التيك توكيات، بيدفعوا لك مصاري الله ما بتعرف من وين يجي. هسه أنا وياك بهالتيك توك نقعد نرقص طق 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 طق، شوف كم راح يجيك دعم. أسود راح بحياتك جاك أسد يا علي كولو. معلش أنا شوية بنكت هون، لكن الحقيقة مرة وهذا هو الصح. أنا بعرف على التيك توك نسوان في مش كرديات بيقعدوا لكن متعلمين الكردية وبيحكوا كردية مكسرة وبيغنوا بكردية مكسرة وبيرقصوا وبيطلعوا. والله وبالله وتالله بيجيهم أسود وحيتان من كرد.
الشيخ فلان، فلان الكردي، ابو كذا، ابو سردار، ابو طب 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 لو تكتب كتاب عن الميتانيه ولا البهلويه ولا اماره كلس ولا اماره بهتان، يعني هون اشكاليه. في كل دول العالم موجود في توازن، يعني في اللي بيدور رقص وغنى وكذا وبيصرف، لكن في أيضا مؤسسات ومشاريع مدنية وحكومية أيضا تصرف على الثقافة، وبتصرف على الكتابة، وبتصرف على الكتاب، وبتصرف على العلماء والمثقفين. نحن هذا معدوم تقريبا. نحن كل واحد الموضوع مرتبط بالمصلحة طبعا، وهذا أمر طبيعي. مو هي شو هي المصلحة؟ طيب شو فايدة أنه أنا عندي فلوس الله وبصرف على النوادي وبصرف على هذه الأشياء، لكن في نفس الوقت شعبي بيعاني في نقص في معلوماته عن تاريخه وعن تراثه وعن لغته. طيب أنا بصرف يا سيدي مليون ليرة، مليون دولار بالسنة على هذول التيك توكيات والشرب والملاهي وكذا وكذا وكذا، خليني أصرف كمان 10,000 دولار على علي كولو اللي قاعد بيوثق التاريخ الكردي مدينة بيروح بيدور. تعال يا زلمة أنت وين قريتك؟ خل أسوي وثائقي عن قريتك وأحفظها لأنه هاي القرية الكردية. حدا أعطاك درهم يا زلمة؟ مثلا قصدي أنا هيك، يعني نحن عندنا نقص في هذا، نقص فظيع أيضا. ما عندنا مؤسسات مدنية ولا حكومية تساهم في نشر الوعي الكردي. وفي سبب رابع، نفسياتنا حشى السامعين يعني بالأرض. نفسيات الكردي من الأمور السياسية اللي بتصير فينا نفقد معنوياتنا. يعني اللي بده مرات بنسب حتى الكرد نفسه، يعني لما بنعصب على الوضع اللي احنا فيه حتى بنسب، بنقول ما بدنا يصير كردي لما بنتفاجئ بهالاشياء اللي بتصير. يا زلمة 14 سنة دولة وهيبة، شبه دولة وهيبة، يقع بيوم كركوك وخانقين يقعوا بيوم. يا أخي طولوا شهر عشان نقول والله قاموا، ما كان في دم. يوم يومين، هذه أيضا تحبط الشخص الكردي، تحبط المثقف الكردي، تحبط إحباط عظيم يأخروا لسنين وسنين. بس يعني قصدي يعني هاي كل أمور تدخل في إنه إحنا الكرد عندنا نقص فظيع وهائل في مادتنا التراثية الثقافية التاريخية اللغوية. نعم للأسف.